يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. القرآن الكريم يعبر عن هذين الأمرين، المال والبنين. وطبعا موضوع المال مفروغ من عنده أنه محبوب إلى الإنسان، لأن الوسيط اللي تتوقف عليه حاجات الإنسان في الحياة. بس طبعا المال يحتل زاوية غير الزاوية اللي يحتلوها البنون. البنون أكو ارتباط عاطفي، أكو آثار تترتب على البنين وجودا وعدما، ما أريد أبحثها، لكن أريد لشوية مسيرة تاريخية عبر الشعوب. لا تسوون هوشة، وخر منها، يكافي ماي يجي. عبر الشعوب الواقع. ريد فد مسيرة نعرف شنو موقف الشعوب أو الحضارات، موقفهم من النسل ما هو. إذا رجعنا مبدئيا إلى الشعوب الشرقية القديمة، نلاحظ أن الشعوب الشرقية القديمة كانت تحرص على كثرة النسل وعلى كثرة الأولاد، لأن أولا كانوا يعتبرون الزواج أمر طبيعي لازم ينتهي إلى الإنسان، ويعتبرون العزوبية بؤس وعار، وبعد يعتبرون كثرة النسل خير وبركة. ليش؟ لأن ذولا يقول كانت الأراضي واسعة، وتقريبا كانت الزراعة المصدر الرئيسي اللي يدر الدخل الزراعة، لأن الصناعة كانت بدائية، وما كانت الصناعة آنذاك لها مؤسسات ضخمة أو لها أرباح ضخمة. الزراعة كانت هي الأساس، وكلما كبر العدد وكلما كثروا الأولاد طبعا ذولا راح ياخذون من مصدر مهم، مصدر الزراعة، راح يتفاعلون ويا الأرض وراح يعطون ناتج. من هالناحية يألفون مورد اقتصادي، وحدة. ثانيا احنا نعرف أن الحروب كانت آنذاك قائمة، يعني في العصور الأولى الإنسان كان يعبر عن مطالبه مثل الحيوان، بالغرائز، بالناب، بالظفر وبالناب. قليل كانت المشاكل تحل بعقل. فهذا طبعا يريد كثرة النسل. ليش يريد كثرة النسل؟ حتى ذولا ياخذوا له غنائم بالحرب ويدافعون عنا أيضا. أي اثنين. الثالثة كانت سلطة الأب تمتد بكثرة الأولاد. إذا عنده أولاد كثيرين معناه سلطة واسعة، فيعتبرون سلطة الأب بالعائلة متوقفة على كثرة النسل، فيهتمون بكثرة النسل. زين، هاي ثلاثة. الرابعة إلى جانب هذا وذاك يعتبرون أن الأولاد زينة،
يعني الإنسان إذا عنده مجموعة من الأولاد يزداد بهم فخرا، يجلبوا له لون من الفخر، لون من المركز. طيب، هذه الشعوب القديمة الشرقية كان هذا هدفها. نرجع إلى أوروبا، نلاحظ هالميل موجود عند أوروبا مثلا إذا نلزم أفرض تجاريين، المذهب التجاري كان يعتقد أن ثروة الأمة بعدد سكانها، كلما يزودون العدد أكثر تزداد ثروة الأمة. ويعتقد أيضا أن هؤلاء إذا انصرف شريحة كبيرة منهم انصرفت إلى الأرض راح يعطون الأمة وارد، فكانوا يعتدون بكثرة النسل، يعني يلحون ويميلون إلى كثرة النسل، يشجعون على كثرة النسل. زين، المذهب الطبيعي أو الفيزيقراطيون كما يسموهم، المذهب الطبيعي هذا كان يدعو إلى كثرة النسل أكثر من المذهب التجاري. ليش؟ لأن هذا كان إلى تعبير معروف يقول أن الزراعة ينام الإنسان وهي تشتغل له وتعطي وارد، لأن الأرض هي اللي تعطي الوارد. الإنسان نائم والأرض تعمل، فالإنسان عليه أن يحضرها، يهيئها ويذب البذرة ويذب الماء وتبقى الأرض تعمل. وما كانوا يرون ثروة إلا ثروة الزراعة، يعتبرون ثروة الزراعة ثروة مهمة. وكلما يكون عند الإنسان أولاد أكثر راح يوجههم إلى إثراء العامل الاقتصادي إلى الزراعة، وبالتالي إلى توفير القوت. فكان المذهب الطبيعي أيضا يميل إلى كثرة النسل. اجينا إلى اليونانيين أول من اجى دعا إلى تنظيم النسل أفلاطون قال من حق الدولة أن تتدخل، يعني توجد فد نسبة من النسل لا كبيرة ولا قليلة، يدعو إلى التوسط، لأن يقول الكبيرة تنشأ عنها مشاكل والقليلة تنشأ عنها مشاكل، فالعدد المتوسط. وكان يدعو الدولة للتدخل إلى تحديد النسل. زين، هذه النظريات الحقيقة كلها كانت قبل مجيء مالتوس. خل أشرح لك هذا الموضوع بشيء من التبسيط. أكو مفكر، هذا مالتوس، إجا عنده نظرية السكانية. مالتوس يقول أن المشكلة الاقتصادية منين جاية؟ إحنا مثلا نعرف أن المشكلة الاقتصادية من سوء التوزيع. يعني نظرية الإسلام أن الله عز وجل لما يخلق له واحد ما يصير يخلقه وما يخلق له طعام ياكله ولا يخلق له ثوب يلبسه، مستحيل. الأرض الله عز وجل حط بالأرض قوت الناس كلهم، والشكل كل واحد إلى حصته بالأرض موجودة، لكن وين هي؟ ما بيوجد. شايف؟ أكو الإنتاج موجود، لكن أكو سوء بالتوزيع. هاي نظرية الإسلام. نظرية الإسلام الإنتاج وافر مو قليل، لكن اللي يخلق المشكلة الاقتصادية شيئين: سوء التوزيع وعدم استغلال الطاقات بالقدر الممكن. يعني الله عز وجل مطيه أرض ومطيه قابلية، لكن هو كاتل الجوع بالراحة مثل ما نقول، ما يشتغل، يتبطخ. زين، غيره يشتغل له ويأكل هو، لا. بينما الله عز وجل استعمرنا بالأرض. الله استعمرنا يعني أمرنا أن نعمر الأرض، أمرنا أن نسكب طاقاتنا ونأخذ رزقنا منها التربة، إما زراعة أو صناعة أو عمل. المهم الإنسان مخلوق للعمل، إذا ما عمل ما يعطيه الحق بالحياة. نبه لي، يعني هاي نظرية من لا يعمل لا يأكل، ترى الإسلام دعا إليها مو الواقع، لأن يفرض بالإنسان أنه مخلوق لأن يعمل. الله عز وجل عندما انطاه طاقة وانطاه قابلية وانطاه ذهنية ومكن من الربح، ليش ما يشتغل؟ ليش ما يكتسب؟ عنده عائلة، ليش ما يسد حاجة عائلته؟ عنده أسرة، مو فرد يوم واحد. طبعا على النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله أنا مشغول بالعبادة، من الصبح لليل ما عندي إلا عبادة.
قال له خوش انت من تعبد من يجيب لك اكل، من يعطيك ملابس، انت مشغول بالعبادة من الصبح لليل، طعامك لباسك منين؟ قال له يا رسول الله من الناس، هذا يعطيني لباس هذا يعطيني طعام. قال له كلهم خير منك، كلهم افضل منك، روح بطل هالبطاقة هاي، امشي انت روح اشتغل، الشغل عبادة، اعمل كل من عرقك، وبعد ذلك الوقت اللي عندك زايد روح اعبد به، لأن العمل هاي اليد الكادحة اللي تمتد إلى العمل هاي يد تعبد الله، يد مقدسة يباركها الإسلام. في الواقع أن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان أن يعمل. زين، إذا ما عمل إيش راح يصير؟ يعني طاقته ما استثمرها، إذا ما استثمر طاقته طبعا راح الأرض اللي بها إنتاج يقل إنتاجها، المصنع اللي بيه إنتاج يقل إنتاجه، تحدث المشكلة الاقتصادية، سوء الاستغلال من ناحية، ومن ناحية سوء التوزيع. سوء التوزيع تلقى واحد مثلا مدخوم وواحد محروم، طبيعة الحال هذا يخلق مشكلة. مو هاي النظرية مالتوس؟ لا، عند النظرية مو هاي مالتوس، طبعا عند النظرية الرأسمالية. النظرية الرأسمالية تقول أن الناس هواية والحاجات قليلة. شلون؟ شوي دخل أوضح لك الفكرة. عيوني ماكو مجال، لا تربكونا، ماكو مجال للطبة، كل واحد يقعد في مدخله. يلا هذا عندكم هالهواء اللطيف برا وقعدوا شوي. زين، في الحقيقة أن النظرية مالتوس يقول الآن يعني منا إلى قرنين من أيامه يقول إلى قرنين شو راح يصير بالدنيا؟ يقول راح تصبح نسبة الناس إلى الطعام، يعني مثلا افرض اكو عندنا الآن طعام يكفينا، الآن يكفي الدنيا، لكن بعد قرنين نسبة الناس للطعام تصير ايش قد؟ يقول بعد قرنين نسبة الناس إلى الطعام تصير نسبة الناس 250% ونسبة الطعام 9%. هاي منا سابين لك ليش عود، منا إلى قرنين إلى 3 قرون شو تصير النسبة؟ تقفز النسبة، تقول تصبح النسبة 4096 بنسبة إلى 13، يعني عدد السكان يصبح بنسبة 4096 إلى 13%. نعم، كمية الطعام طبعا يعني يصبح العالم ميت من المجاعة. ليش؟ شنو السبب؟ السبب يقول قانون تناقص الغلة وقانون تزايد السكان، قانونين. تزايد السكان يصير بمتوالية هندسية مو بمتوالية عددية. المتوالية العددية مثلا 1 شو يصير إذا ردنا نضاعفه؟ يصير 2 نعم 3 نزود 4 5، هاي المتوالية العددية 1 ورا 1. لكن المتوالية الهندسية مو شي، المتوالية الهندسية ضخمة مروعة تخوف، يعني 2 يصيرن 4، وال4 8، وال8 16، وال16 32، وال32 4، وهكذا. يعني بشوية عدد تصبح أرقام غريبة مروعة. عدد السكان يزداد بهالمتوالية الهندسية. الآن عدد السكان يزود مو بمتوالية عددية، مو 1 2 3، لا، بمتوالية هندسية. معنى ذلك يعني يمكن يمر على الإنسانية دور كل شبر يتعاركون عليه ألف من القاع. زين، هاي متوالية شنو؟ الهندسية. هاي من ناحية السكان. من ناحية الطعام شنو؟ اكو قانون الغلة المتناقصة، يعني هاي القاع بيها شوية أملاح، هاي الأملاح بطبيعة الحال نأخذها احنا نغذي بها النبات، يو بصورة مباشرة يو بصورة غير مباشرة، ما طول بها قابلية القاع للزراع. احنا بنعبر عنها بور، مو الشكل، اذا ما صار بها بعد شيء يصير بور اذا ما زرعت. ليش ما تزرع؟ لان الاملاح تخلص، المواد اللي بيها تخلص. فيصبح شنو؟ الفلاح انما يشجع على الزراع اذا تعطيه القاع وارد اكثر من المصرف. اذا صار المصرف يساوي الوارد، انا تعطيني القاع مثلا 5 أطنان حنطة،
5 أطنان حنطة مثلا ب200 دينار، وبنفس الوقت أصرف على القاع 200 دينار، بعد اللي يخلق أزرع؟ طبعا لا. يعني يصبح قانون الغلة المتناقصة، يبطل الفلاح بعد ما يشتغل. يقول بها السبب راح الأرض تتحول إلى مبائل الجوع، الناس يذبح الجوع. فعليه شنو الحل؟ قال الحل لازم نحدد عدد السكان وإلا نوقع بكارثة. هذا تفكير ايش هذا؟ طبعا هذا تفكير واحد ما يؤمن بالله، نبه لي زين، تفكير واحد ما يؤمن بالله. لأن احنا لما نؤمن بوجود رب، نؤمن بوجود رب حكيم، هذا الحكي كله ما يجي. لأن يمكن نقول له لله عز وجل انت ليش خالقنا شا؟ إذا تعرف ما عندنا أكل عليه من خالقنا شا؟ طلع لك حلق والشرب انت بالوجود. هي الله أعدل وأكرم من هذا. ما يمكن الله يخلق إنسان وما إلى طعام. ولذلك نظرية مالتوس فعلا اصطدمت، فشلت، يعني اصطدمت بكثير من العقبات. زين، جملة من أركانها انهارت النظرية. لا، المجتمع بخير الحمد لله، وخير أكو أكثر من هذا. المصيبة جايتنا منين؟ جايتنا المصيبة الآن بعض الدول الزود عندها الحنطة، بدل ما يوزع الحنطة الزايدة على الجياع يلزم الحنطة الزايدة يذبها بالبحر. ليش؟ لأن يقول هذه إذا انطرحت بالسوق صار عرض أكثر من الطلب، وإذا صار عرض أكثر من الطلب ايش راح يصير؟ راح يصير السعر ينزل. الطن أبو 100 دينار يوصل 10 دنانير، خليه ينزل، خلي الجوعانين يشبعون. شو المانع؟ لا، ما يصير. مو هذا يريد هو وحده يشبع، ما عنده شغل بالآخرين. هو يذبح دنيا من أجل أن يخليها سوق إلى مشترياته، دنيا يذبحها. يعني ناس نزعت الرحمة منهم. أرجوك اللي يقتل له 500,000 نسمة بنزوة عاطفية تتأمل أن هذا إنسان، هذا يمتلك شيء ذرة من الإنسانية؟ طبعا لا، قطعا لا. فهاي نظرية مالتوس السكانية اجت وقفت التيار شوية، خصوصا بأوروبا. وبأوروبا وقف التيار مال العدد السكاني، وقف التيار. يعني أصبح أكو ضوابط، أكو تحديد للناس. زين، خلصت نظرية مالتوس، ما يعنينا منها. خلينا نجي للعرب، نشوف شنو نظرية العرب بالنسبة إلى الأولاد اللي هم زينة الحياة الدنيا. شنو أهدافهم؟ كانوا يدعون إلى كثرة النسل، يوم يدعون. طبعا العرب أيضا كانوا يدعون إلى كثرة النسل. ليش؟ شنو الأسباب؟ أولا، السبب الأول يعتبرون كثرة النسل منعة. شنو معنى منعة؟ يعني اللي عنده أعداد من الأولاد أكثر ما حد يدنا ليه هذا، يعني عزيز الجانب، مرموق. لأن دول حروبهم عليه من كانت قائمة. العرب معظمهم ما كانت عنده زراعة ولا عنده صناعة، عايش على نظام قبلي، حياة بدوية. الحياة البدوية شو تريد؟ الحياة البدوية تريد القوي اللي يأخذ الرمح، يأخذ السيف ويطاعن بالرمح ويضرب بالسيف. يريد ينهب، يطلع إذا جن عليه الليل يطلع ينهب، أو بالنهار، أو يأكل لحمة فريشة على شكل فريشة. نعم، هذا منو اللي يدافع عنه؟ منو اللي يجيب له فريشة أكثر؟ منو اللي يحصل له على غنيمة أكبر؟ طبعا أولاده. فكان يعتز أن يكونون عنده أولاد أكثر، يدعو إلى كثرة النسل. ولذلك ألفت نظرك لنقطة، ترى عصر الجاهلية هذا اللي يحكي لك عنه متصل بعصر الإسلام. يعني شقد أكو فترة بين الجاهلية والإسلام؟ مو بعيدة، يعني سنة مفروض. يعني لما انبعث النبي صلى الله عليه وآله وضع حد فاصل بين الجاهلية والإسلام. فالصحابة اللي كانوا يتزوجون كانوا متأثرين بنظرية العرب، نفس الشيء، يعني أن يتزوج أكبر عدد حتى يصيرون عنده أولاد أكثر. فمسألة اللي عنده 6 أو نساء أو 7 أو 8 في أيامهم ترى ما كان عار، ما يعتبروا عار ولا يعتبروا عقبة ولا مشكلة، لأنه هذا النظرية بعدها متصلة. أنا أريد أولاد هواية، أريد أمشي وراي أولادي مالين البيت، أريد عز ومنعة. كانوا يعتبرون الأولاد منعة وعز.
فذول المستشرقين اللي يقولون الإسلام اجى فسد طباع أتباعه، خلاهم ناس جنسيين ما عندهم شغل الا يدورون على المرأة. لا، مو شيء، هاي فرية، هذا تعدي. الواقع أن ذول إنما كانوا يعددون النساء أكثر، يردون أولاد أكثر، لأن البيئة تتطلب منهم هذا، والحياة البدوية. مو هذا الأوروبي وين عاش؟ وهذا الأوروبي عايش له بمكان كل 24 ساعة مطرتين عنده، كل 24 ساعة مطرة، أرض زرقاء خيرات مملوءة خيرات. هذا اللي نقده وين عايش؟ عايش بالبادية. هذا بنصير المطر الربيع إذا حصل له شوية ماي وين بعلو الجبل، يسميه ماي الوقايع. ماي الوقايع هذا يضموه للضيوف، فد نقرة تلم لها شوية ماي بعلو الجبل، ما ملوث، ما بي تراب، ما بي إعجاج، ياخذ الماء يضمه إلمن الأضيافة. يقول شاعرهم: ونلنا حديثا من شقاط كأنه جنى النحل ممزوج بماء الوقائع. ماء الوقائع يقول احنا سمعنا لنا حديث مثل العسل لما تخلط وياه ماء الوقائع. ماء الوقائع هذا اللي اقول لك عليه، فنقرة صخرية ما بيها تراب، بيها شوية ماء صافي، ياخذوا يضموا لي أضيافهم. هذا عايش بشي مكان، المية ما يحصلها إلا بالمعاتد، رغيف الخبز ما يحصلها إلا بالمعاتد. الحياة مو رخاء، ما عنده رخاء بالحياة. مو ذول ينقدون الأوروبيين وين عايشين؟ عايشين في دنيا مملوءة خير، يشوف نفسه بهالمكان ما أكو عنده مشكلة في تحصيل القوت. هذا مشكلته وين؟ في تحصيل طعامه وشرابه وخباءه، كل ما أخذ بالنزاع بالقتال. لاحظت؟ إذن العرب هدف من أهدافهم العزة، زين، وهدف من أهدافهم الزينة. كانوا إذا واحد من عندهم انولدوا له 7 و7 كون يملؤون العين، يعني ال7 اللي يعبرون عنا الفارس. نبه لي، الفوارس إذا 7 يسموه المقنع، يتقنع، يحط له على راسه قناع بعد ينعرف بالمقنع. حذيفة ابن بدر واحد منهم، علقمة ابن الأحوص واحد من المقنعين. هذا كان يضع على رأسه قناع معروف عنده 7 أولاد. إذا على رأسه قناع يعني عنده 7 أولاد، ذولا محل فخر يعتز بهم أن عنده أولاد 7. و7 كون بيهم شروط الولد. نبه لي، شروط الولد شنو؟ أن يكون فارس مقاتل. إذا مو فارس مقاتل ما يحترمه أبدا، نهائيا ما يحترمه. مو بس هاي، ولذلك أنا ألفت نظرك، هم ذولا ليش ما يورثون البنت؟ كان ما يعطون للبنت ميراث، لين يقولون البنت شنو نعطيها ميراث؟ على شنو؟ البنت فد عنصر مستهلك مو منتج، قاعدة بكسر الخباء تنتظر الرجل يجيب لها طعام، مو منتجة. لو كانت منتجة تستحق الحياة. هذه الحقيقة نظرية كافرة، يعني نظرية لا إنسانية. ولذلك بعضهم كان يقول هاي تألف عبء علي، هاي تألف عبء علي، أنا شنو مخليها؟ رأسا ينتظر زوجته وهي بساعة المخاض، المرأة تطلق مثل ما يقولون وهو ينتظرها، مش حاته يمه حافر القبر. إذا بنت نعم شالها ذبها وأهل عليها التراب، وإذا ولد لا أبقاه. وكانت ما ترى مو كلهم، اكو 3-4 عشائر، مو كلهم. وهاي ذولا ايش كم قبيله من جملتهم تميم، كانوا يئدون البنات. اذا اجت بنت يقول لك هاي راح تحول علي عبء، يئدوها لاسباب. قسم يقول لك هاي عبء ما تنتج، هاي تستهلك، هاي يكون انا اجيب الرغيف احطه بحلقه. هاي واحد. قسم لا، يقول هاي راح تألف لي عار إذا كبرت. ليش؟ لأن يجوز تجيب لي نشيب مو خوش آدمي، يجوز تجيب لي نشيب نعم مو قدي، مو بمستواي، لأنه قد يكون هذا ما يرتفع إلى مستواي، هذا هو عنده فد مستوى. هو ياهو تلزمه شو تلزم لك واحد من عندهم، ياهو تلزمه يقول لك عشيرتي هي وغيرها لا. نعم
نسبه يعتبر نسبه هو الأول ونسب الآخرين هو الثاني بالدر، يعني فدلون من العصبية كان عجيب، يعني لون من العصبية لا حد له. فهذا قسم كان يستنكف أن يصير عنده بنت يجي فرد واحد يخطب بنته غريبة. هاي قسم أزيدك أكثر من هذا، أكو قسم منهم كان يتصور أكو علاقة إثم إذا انطى بنت زوجة، ينطي بنته تتزوج يعني يضاجعها رجل، شلون تصير هاي؟ الله يشهد أنا أذكر في أيام بالحي، فد يوم بالحي هرجة بالسوق أشوف هرجة صارت، فد عربي صاير لك مثل الفحل الشارد، ايش بيك؟ شنو القصة؟ جايين يخطبون منه بنته، اثنين خاطبين من عنده وهذا متخبل فاقد توازن الله يعلم، شيء غريب. قال لي واحد فضل شوف هذا باقي الى الان يعيش بالقرن العشرين. طيب قال لي يا شيخنا جزاك الله خير فدي حشايتين وياه. قلت تعال عمي، وكنت منين طلعت؟ مو من المرأة؟ مو ابوك تزوج له مرأة؟ توحد عن الناس؟ ها؟ ليش الحالة؟ قلت اقعد بابا انت مو مسلم؟ رسول الله هكذا، الانبياء هيك، والله فد ساعة اصرف وياه حكي ما ادري الله هداه او لا، ما ادري، هو ظاهرا اقتنع وراح. فرد مشكلة يعني لون اكو بعضهم كان يتأثم من هالعلاقة لان يرى فيها لون من العار. ما احكي لك قصة، مو شاعرهم يقول اذا ما المرء شب له بنات عصبن برأسه عنة وعارا، بينما الإسلام لما اجى يقول إذا واحد من عندكم يرجع للبيت وياخذ له طعام خليه يبدأ بالأناث قبل الذكور، يعيد إلى نفسها الطمأنينة ويكرمها للبنت، لأن البنت صانعة الحياة، هاي هي اللي تمد الجيل بالحياة، هاي اللي تعيد جو البيت إلى نعيم، لأن هي الأم، والأم مصدر الخير والبركة. فإذا أرجع للموضوع، بعض العرب كان يريد الولد الذكر لأنه منتج، يريد كثرة الأولاد، والبعض يريدهم لأنهم زينة، والبعض الآخر يريدهم لأنهم منعة، يعني أن يدافعون عنا ساعة الساعة. فكان إذا صاروا عنده 7 يتقنع، يسمى المقنع. أنا أتخطر عبد الله بن عمير هذا انولدوا له 70 ولد كلهم يحملوا السلاح، فكان هذا يقول أنا لا يضاهيني أحد في العرب، 70 واحد عندي يحملون السلاح. وفعلا يعتبر شيء جدا مهم. أم فاطمة بنت حوشب الأنبارية يسموها الأنمارية العفو، يسموها أم الكملة. ليش؟ عندها 7 أولاد فوارس يحملون السيف والرمح وينزلون إلى ساحة الحرب. فشنو كان هدف العرب من الولد؟ كان هدف العرب من الولد أولا المنع، وثانيا أن هذا يجيب من الحروب يفرش ويجيب، وثالثا الزينة. فكان يعتبر الولد عنده لها الأهداف، ولذلك تلقى في تاريخهم اعتزاز بكثرة الأولاد، أن الواحد من عندهم إذا طلع وأولاده، تتصور هذا الشاعر شو يقول؟ هذا واحد من بني تميم، ما كان يجي ولد. فد يوم واحد قال له أنا الله رازقني أولاد، هو التفت له قال له لعلك يوما أن تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوابد، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في النأس واحد. يقول له يمر يوم من الأيام تشوف أولادي مالئين الدنيا، أمشي ودار مدايري أولادي. يعني هاي كانت أمنية عزيزة في نفوسهم، أمنية جدا عزيزة في نفوسهم. طيب إذا عرفنا هذا نجي للإسلام. طلب الولد بالإسلام شنو؟ طلب الولد بالإسلام، الإسلام هدف من الولد عندما يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، عند هدفين بالولد. الهدف الأول أن يكون الولد زينة بالبيت، لأن أنا أكد لك نعمة الأمومة نعمة لا تضاهيها نعمة. تعرف الأم إذا صار عندها ولد يعني تقدر تشعر البيت بحياة، يعني البيت إذا أكو ولد بالبيت البيت بحياة. إذا تسمع طفل يبغم في داخل البيت
البيت بيه حياة، البيت اللي ما بيه طفل قبر. مصيبة يعني، شو يسوي واحد يعني؟ إلا بعض الناس الله عز وجل الله يساعدهم الواقع، ولعله مصلحة، الله يريد لهم مصلحة، لأن أنا أكد لك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمي بعاقبة الأمور. يعني أنا أكد لك أكو ناس يجوز الله رحمه ما يعطي ولد، ليش مدري، قد يكون يطلع له ولد مرعب يعني. ما تأمل زين، مو يقول واحد من الشعراء يقول فكم من وليد قد وددنا لو أنه يموت بكف القابلات مناغيا، تبش إليه الأمهات ولو درت بما سوف يجنيه لطمنا النواصية. يعني الواقع لو تعرفها ايش راح يكون الأم، كانت تمنت أنها ما تجيبه. يعني أكو بعض الأولاد تصدقني أن الولد المستقيم نعمة من الله، والولد غير المستقيم نقمة. تأمل هذا، أكو أولاد فعلا رزية على أبوه، رزية على الأم، تتمنى الأم أنها ما رزقت. ليش؟ لأنه الولد اللي ما يعرف واجباته وآدابه، ومع الأسف ترى احنا جاي نعيش هالأزمة الآن، هاي الأزمة جاي نعيشها، ومنو جاي يساهم بها؟ يعني منو اللي يخلق لنا هالأزمة ويساهم بها؟ أولا تساهم بها الصحف، وتساهم بها وسائل الإعلام الأخرى، يعني تلفزة، راديو مثلا، زين، الكتب، وسائل الإعلام الأخرى، كلها جاي تسهم في خلق جيل منحط. وسيلة الإعلام بس هذا يريد له مجلة تمشي، ما عنده مانع، تجي للمجلة تقول له يا أخي الله يعطيك العافية، احنا غارقين بالمشاكل الآذان، انت ما عندك شغل الا فلان راقصة عرست في يوم الفلاني وجليها فلان ما ادري سوى وطلعت فيلم الفلاني وتارس لك 4 صفحات من الجريدة، ما عندك شغل غير هذه يا أخي. انت قليل عندنا مشاكل احنا، ما تجي تعالج مشاكلنا الأساسية؟ تعال ربي لي جيل، ذب لي كلمة طيبة، استنبط بعض المواضيع اللي تشحذ قرائح الجيل، اللي ترفع مستوى المجتمع، زين، ادفع الناس، خليهم مشدودين إلى أوطانهم، نمي عندهم روح الوطن وروح الدين وروح الخلق، نمي عنهم نظام الأسرة، عالج التفكك الأسري. يومية التفكك الأسري يحتاج إلى علاج، هي مو قضية بالشهر قطع فكرة كذب لك 4 كلمات. هسه انت مو بيومية تقعد تاكل، مو يومية تاكل ويومية تشرب، لأن معدتك يومية تريد طعام. كذلك الجيل يومية يريد إرشاد، طعامه الفكري هو الإرشاد. أرجوك ليش إحنا ما نتعاون على خلق جيلنا، على خلق مجتمعنا، على الاعتناء بمثلنا؟ خلي لك صفحة للتراث، اعكش بيها تراثنا الطيب وانقد بيها تراثنا الرديء، خلي لك صفحة ترفع مستوى الخلق. ماكو من هذا الشيء أبدا، كل ما عنده بقضايا ضايع لي بقضايا توافه رايحة يمينا وشمالا. طيب إذا منو المسؤول؟ يعني وين يروح هذا الشاب؟ الواقع الضيق بعين الحياة. هذا الشاب يحتاج إلى مدرسة، وجوه المحيط، المدرسة والأسرة، ويحتاج إلى المنبر يوجهه. نعم، وهي المصيبة. يعني خصوص المؤسسات الدينية، ومع الأسف مؤسساتنا الدينية قسمين، قسم تلقى ما عنده شغل إلا أن يكافح باقي المسلمين، يعني هذا قسم ما عنده الله وكيلك، لا يطارد على البوذي ولا يطارد على الكافر ولا يطارد على المستعمر، ما عنده غير يكافح له فرقة من المسلمين، مجند كل طاقاته لهذا. تقول الدنيا ما بيها غير هاي، شيء غريب والله العظيم، عجيب يعني يلفت نظرك. وقسم لا، تلقى لا مو من هالنوع، يعني نوع آخر، تلقى هذا رجل دين، بس مو رجل دين، لازم لي 4 حشايات أكل الدهر عليها وشرب، يومية ماخذها ومرجعها، ماكو غيرها، الكل يعلش بيها من الصبح لليل. وقسم ما شاء الله يحشي لي أذهان الناس بالخرافات. هذا البلاء شو يعني؟ فد مأساة يعني، هاي وحدة من مآسينا،
وحدة من مآشينا هذه، وإلا الجيل في أمس الحاجة إلى تضافر الأيدي على تهذيبه. كون نهذب الجيل، يعني الأسرة، تحديد علائق الأم بالولد، تحديد علائق الولد بالأم، تحديد علائق الأبوين. يعني أنت شايف شكو عندنا احنا بأسرنا يا أخي؟ مفقود عندنا العامل الإنساني، والله مفقود. ما أدري، يعني تأمل هذا، إذا الأبو شوية تمرض أو الأم تمرضت، الولد أبدا مو يم هالحالة، يعني ما يتحمل العبء، ما تلقى يحمل شيء من عبء الأبوين، كأن هذا خلص بس طلع واشتم طريقه وصار يمشي على رجليه، ما إله شغل بهذا إطلاقا. بعد ما يعني نشأ الأم ونشأ الأب ونشأ التعاطف ونشأ الارتباط العائلي. يا أخي تعال لي احشي لي هذا، وجهه، تعال وجهه يومية، اضرب له أمثلة، قدم له نصائح، اعطي إرشادات، اذكر له النظام الأسروي بالمكان الآخر، قدم له قدوة حسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى الإسلام، عندما جاء يحمل الإسلام، جند الصحابة كلهم، جندهم للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكنت تلقى مسجد النبي موج مثل خلية النحل، وكلها مواضيع تدور حول القضايا اللي تعتبر مشاكل في الإنسانية. احنا شعدنا والحال تراثنا غني. يا ريت وسائل الإعلام تعنى بالتراث، تعنى بالأدب، تعنى بالفكر، بحضارتنا، بتاريخنا، تشدنا إلى أوطاننا. زين، ماكو من هذا شيء. أعود إلى الموضوع. إذن الولد، الواقع، الولد أول شيء يريد الإسلام أن يكون زينة، ومو معقول أن يكون الولد زينة وهو يجي. تعرف الشاب لما يرجع إلى البيت وجايني بالأخير خصوص هالأيام، اكو دول اللي ما يخافون الله، ما عنده مانع ان يحصل له دينار يجيب له مادة مخدرة ويذبح المجتمع كله عن طريق هاي المادة المخدرة. شايف؟ يذبح للمجتمع، ما يهمه ان يحصل له كم دينار بس. ويعرف ان هذا المخدر ايش راح يسوي، يعرف ان هذا الولد اللي اذا هدم الاسرة وهو انهدم، ايش راح يحولها للاسرة. يعرف هذا قتل عمد، هذا قتل عمد، هذا قاتل، وقاتل العمد الواقع حكم القتل، لأن هذا جاي قتله يموته، هذا يخليه يموت، إذا انقطع عنا المخدر مات. طيب هذا شو تسوي له؟ يعني القانون ما يقدر يلزمه إلا إذا ثبت أنه متلبس بالجريمة. شنو اللي يلزمه؟ الضمير. إذا ما عنده ضمير ما عنده دين، هو لعدم وجود الدين دخلت لك هالمشاكل هاي. وإلا إماطة الأذى عن طريق المسلمين عبادة. إذا تلقى لك حجارة والتماشي بالدرب توخرها عن درب المسلمين، هاي عبادة. فكيف أن تدفع عنهم ما يميتهم؟ في واقع الأمر أن هذه الثغرات الموجودة بالمجتمع عندنا احنا بأمس الحاجة إلى علاجها، وما أكو مسؤولية تقع أكثر من عاتق وسائل الإعلام، سواء كانت منبر أو كانت إذاعة أو كانت تلفزة أو كانت كتاب أو كانت صحيفة، كلها يجب أن تتضافر على بناء الجيل. زين، نعود إلى الموضوع. هذا الهدف الأول. والهدف الثاني من الولد شنو؟ أن يسخره في سبيل الله، لا يخليه أداة عدوانية. التسامع الحديث النبوي شنو يقول؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. شنو ذن الثلاثة؟ علم ينتفع به. اكو واحد يموت يخلف له نظرية علمية، وهاي النظرية العلمية تنفع الناس، بها حياة للمجتمع. وفعلا نظريات العلماء الآن بها حياة للمجتمع، خصوص النظريات الإنسانية، خصوص النظريات الإنسانية. خلي أضرب لك مثل شوية لا تبقى القضية معلقة بالهواء. فاليوم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بطريقة رايح لوين؟ إلى صفين، مر ببغداد. لما مر ببغداد قال لهم أريد لمكان أغتسل به، أنا بحاجة إلى الاغتسال. قالوا له أكو هناك خربة، هاي الخربة إحنا نسكب لك ماي، نهيئ لك ماي واغتسل هنا. طب للخربة لقى صور على الجدران،
الصور اللي لقاها على الجدران قال يظهر هاي كنيسة، بقايا كنيسة. قالوا له بلى يا أمير المؤمنين، هاي كنيسة مهدمة، هاي بقاياها خرابة. قال واحد من أصحاب الإمام، قال هذا المكان طالما أشرك به بالله، وهو هالمكان هذا هو صار به شرك لله، لأنه دول مشركين يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، يشركون مع الله، طالما أشرك بالله هنا. قال للإمام لكن طالما عبد الله هنا. تعرف شنو معناه؟ يعني يريد يقول له أن هذا جاهل قاصر، فك عينه شاف أمه وأبوه مسيحيين، صار مسيحي، وجاي يدور عن الله عز وجل. وين يدور عن الله؟ يقول له الله بالكنيسة، تلقاه بالكنيسة. هذا يبحث عن الله، يدور عن الدين، يجي للكنيسة يؤدي عبادته. هو يعرف أن على ضلال؟ هو لو يعرف أن على ضلال ما يجي، ما يدري أن على ضلال. يقول له هذا يدور عن الله بالكنيسة، وأنت تدور عن الله بالمسجد. خلي أفقك واسع، لا تجي تصير حقد، كلك حقد. شايف؟ هذا اللي أقول لك أن النظرية العلمية ينتفع بها. تعرف شي نظرية ايش قد تشيع المفهوم الإنساني؟ بينما أكو بعض النظريات إذا شاف لواحد خالفه، لك مسلم وياك، مسلم أخوك يتجه إلى الله عز وجل، إلى قبلة واحدة، إلى قرآن واحد، إلى دين واحد، يقول لا دول ما عندهم القرآن، الشيعة دول مو قرآن، هذا كذب، قرآن مضموم. وين مضموم؟ من عرق يلفك شام تطلع على القرآن هذا المضموم، إلك 1400 سنة ما تجيب لك نسخة من القرآن، وين هذا اللي تروي إلى الشيعة؟ نعم يا سيدي أرجوك، هذول والله هذول كارثة على الإنسانية، يعلم الله. هذول فرد مجموعة، يعني أنا ما أعتب عليهم، لأن الدنيا يظل بها قتل، ما يمكن تصير كلها نظيفة، لكن أنا أعتب على الحكومات اللي يجب أن تضرب على هؤلاء. ذولا يمزقون وحدة المسلمين، 4 جايفين مرتزقة. زين، واقع الأمر الله عز وجل يريد من عندنا أن نكون أسمى من الحقد. إنما المؤمنون إخوة. 60 رافد يجمع بيني وبينك، أتجه وياك إلى قبلة واحدة، وإلى رب واحد، وإلى كتاب واحد، وإلى معتقد واحد، وأنت ما ترضى تعيش إلا على التمزق. ايش قد أكو فرق بين هاي النظرية وبين هالنظرية؟ يقول له هذا يدور عن الله بالكنيسة وتدور عنه بالمسجد، وكلاكما يبحث عن الله. هذه روح الإسلام. ما كانت روح الإسلام سلبية، إيجابية. بينما النظرية التي تمزق الناس إذا عاشت مزقت الناس. فالإسلام يريد الولد شنو؟ يريد للولد في سبيل الله، يريد للولد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. ولد صالح. إذن يريد للولد شنو؟ أداة للصلاح. هذا هدف الإسلام من الولد. لذلك يعبر عنه زينة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب اجى شنو بعد؟ قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. شنو معنى هذا؟ يعني يقول هذا الولد الزينة، هذا الولد اللي عندك زينة، ترى يجي موقف يجب عليك هالزينة تقدمها ضحية، لأن الباقيات عند الله هي الأدوم. ابنك ميت، شو وقت تقدمها ضحية؟ قدمها ضحية في ساحة الجهاد، دفاع عن وطنك، دفاع عن مقدساتك، دفاع عن دينك. هذا في مثل هالحالة لا يبخل بالولد. وإحنا عندنا بجذورنا وتاريخنا الحمد لله غني بهذا. يعني تتصور الأم تقدم أعز أفلاذ كبدها. أنا ضربت لك مثل قبل ليلتين، قلت لك الخنساء قدمت 4 من الأولاد. زين، أم عمارة قدمت أولادها. الصحابة كانوا يقدمون أولادهم، ينزلون إلى ساحة الحرب يقدمها ضحية قدامه لأداء الواجب الديني. زين، هنا يقول إذا اعتركت عندك غريزة الأبوة أو الأمومة، لا، الباقيات الصالحات خير، لأن هذا يمكن أن تقدم تخليه إلك ذخر. شو وقت تخليه إلك ذخر؟ إذا نزلت إلى ساحة شرف. الولد إذا نزلت إلى ساحة شرف فهو ذخر لك. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. نلاحظ جو الآية،
يقول تمام، الولد تقدر تعتبره ريحانة، الولد تقدر تعتبره يمثل زينة الحياة الدنيا، لكن بنفس الوقت هذا الولد إذا قدمت لله، لا، وضعت لك ذخيرة تمر الدنيا ولا تنسى تلك الذخيرة. وهذا ما صنعه أبو الشهداء يوم الطف، هذا ما صنعه الحسين. تدري الحسين قدمش كم ولد يوم الطف؟ لو لا، حسين راحوا له 5 أولاد ترى يوم الطف. اي نعم، راح له طفل بطريق الشبا، هذا ومن أخذوا الشبايا أمه ولدته بطل، كانوا يمشون بهم الليل والنهار إلى أن ذبت طفلها. وين؟ بجبل جوشن يم حلب، الآن إلى قبر وإلى مزار، ويروحون إلى جماعة وإلى مسجد يمه، نعم يزار، موجود هناك سقط، وإلى صخرة اللي ولد عليها موجودة. زين، في هذا المكان، هذا واحد من أولاد الحسين. واحد من أولاد الحسين لما طاح الحسين بالمعركة، هذا جعفر ابن الحسين إلى 7 سنوات، لما طاح الحسين بالمعركة طلع هو من الخيمة، من طلع صاح الحسين وخي زينب احبسيه، لحق عليه. هذا طفل خاف تاخذ حوافر الخيل، حاولت أن ترجعها ما قدرت، اجى جلس إلى جانب أبيه الحسين أدناه إلى، بينما هو بحجر أبيه أقبل إليه شهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. زين، هاي 2. الثالث من أولاد الحسين اللي راح بالمعركة عمره يوم واحد، جابته أمه يوم 10 من المحرم. هذا أمه منه؟ أم إسحاق أبوها طلحة اللي انقتل بالجمل، هذا بواقعة الجمل. هذا لما جابته شالت طفلها واجت للحسين، قالت له قبل ان ينجي الحسين للمعركه، قالت له هاكم رضيعكم يا ال محمد، ما عندي لبن انطي، جف ثدي من اللبن هذا، ايش اعطي انا، ماذا اعطيه، هاكم رضيعكم. اخذه الحسين يطيل النظر في وجهه وهو يقول بني تعشل لقوم يكون غدا جدك رسول الله خصمهم، فرموه بسهم ذبحوه. الى يأشر منه سيد حيدر ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله الشهم منحرا، لقد ولد في ساعة هو والردى، وفي أذنه من قبله الشهم كبرا. بعد الرابع منه عبد الله الرضيع أبو 6 أشهر، والخامس علي الأكبر اللي نزل الحسين إلى المعركة وقد أمسك بكتفيه وشخص ببصره إلى السماء، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. ونزل علي الأكبر يرتجز الحرب، قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق. والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. جعلت الكتائب تنحاز عنه يمينا وشمالا، وهو يذود الكتائب ويدافع دفاع الأبطال، إلى أن عصوصب عليه الجيش. لما عصوصب عليه الجيش أقبل إليه العبدي ضربه ضربته، سمع الحسين الصوت. شنو الصوت؟ عليك مني السلام أبا عبد الله. تعرف أن هذا السلام أكثر من مرة أنا ذكرت لك أن هذا السلام سلام الأموات، سلام الأحياء السلام عليك، لكن سلام الأموات عليك مني السلام. كأن علي الأكبر يريد يقول له لأبو الحسين ترى أنت يتلحق علي ولا عليك مني السلام أبا عبد الله. لما سمع الحسين صوت ولده أقبل امتطى ظهر فرسه وأقبل إلى المعركة، إلى أن صار قريب من علي الأكبر رمى بنفسه على جثمان ولده احتضن، صاح بني علي بني علي على الدنيا بعدك العفا، بني علي
على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وأبقيت أباك لهمها وغمها. ذكرتك علي لا طال عمري، لا طال عمري، تعال فجعني بك دهري، لنوحين عليك بدمع يجري. ايش كثر مرت على الحسين مصارع، ترى ما بين على الحسين شيء من الألم بقدر ما بين علي عند مصرع علي الأكبر، لأن المؤرخين يوصفون حال الحسين بصورة مرعبة، يقولون ذبروحة عليه وحط خده على حلق علي الأكبر، يتحسس أكو بي بقايا حياتي ولا، واحتضن بالمعركة وجرت دموعه على خد ولده علي الأكبر. عديت وللقلب سرت بعدك، فعلت افعال حامل جار، بعدك على الدنيا العفا يا ابوي، بعدك على المقدور يا وليد ايش بداية. يقولهم للاولاد ها للهاشميين احملوا علي الاكبر، والله لا طاقة لي على حمله، ما بي انقل للخيمة. شالوه ورجلاه يخطان الارض، اقبل به الى عمته زينب الى باقي النساء، طرحه بوسط الخيمة وجلس جانبا، وأقبلت إليه عمته وأقبلت إليه أمه، دارت النساء حوله تخاطب زينب يا حسين وين ابنك تقنطر، خويا دلين خويا على المشكر، شفت المهر والقلب فرفر عار السرج بعنانا يعثر، اخاف ان ولوليدك العسكر يقلها يا خويا الله واكبر، شقلك يا زينب راح الاكبر. يا كوكبا ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونسألك أن تدفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.